أهلا بحضراتكم مرة تانية. لازالت المتابعة مستمرة للمشهد الاقتصادي لسوق المال والأعمال، والموعد الآن مع آخر مستجدات البورصة المصرية ومؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها النهاردة، وآخر النسب التي وردت إلينا. تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 33%، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 31%، وحجم التداول 575 مليون جنيه. دي آخر النسب والأرقام التي اختتمت بها البورصة المصرية التعاملات اليوم. والتعاملات طبعا كما هو واضح تأتي على تراجع جماعي، وهناك عمليات بيع مكثفة من الأجانب في المقابل عمليات شراء من المصريين ومن العرب. هذا التراجع يبدو أنه تراجع طفيف بالنسبة للأرقام والنسب التي كانت موجودة بالأمس في ختام تعاملات البورصة المصرية. قراءة أوسع للبورصة المصرية وللموقف داخل البورصة المصرية مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ محمد جاب الله، محلل أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. نبدأ بالنسب الخاصة بالمؤشر الرئيسي، مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أحجام التداول. طيب احنا عشان نقدر نقول ان النهارده هو الانخفاض، هو في حقيقه الامر يعني بالنسبه لما حدث في الجلستين اللي فاتوا هو ما يعتبرش انخفاض. احنا في الجلستين اللي فاتوا يعني في جلسه منهم نزلنا الراوند 3.5%، وجلسه ثانيه كنا بنتراوح ما بين 2.5% الى 3%. خلينا نرجع لورا شويه لبدايه شهر 11 وهنختصر الكلام. احنا قعدنا 5 جلسات متتاليه بدايه من يوم 1/11 في اتجاه عرضي ما بين مستوى 7400 7500. نعم. جينا يوم 11/8 تحديدا وكسرنا مستوى الدعم الرئيسي اللي شالنا لمده 5 جلسات اللي هو كان مستوى 7400. ابتدى عفوا ابتدى يحصل عمليات بيع مكثفه في التوقيت دوت، وكان الاسباب فيه بداية من حادث الطائرة الروسية. ظهر فيما بعد رفع أو استحداث بعض الأوعية الادخارية في البنوك، ورفعنا سعر الفايدة ربما تجاوز شهادات الادخار التي تطرحها البنوك زي الأهلي وبنك مصر. دفعت مستثمري الأسهم للتوجه للاستثمار بها كبديلا مضمونا عن البورصة، بالإضافة لأن هو عائدها كان 12.5%، أي زيادة عن شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس. طيب احنا لو هنتكلم من الناحية الفنية، احنا بكسرنا لمستوى 7240 تحولنا من الاتجاه العرضي إلى الاتجاه الهابط. في الاتجاه الهابط الدعوم بتتكسر متوالية وبصورة عنيفة، وشاهدنا كان متوسط أحجام التداول في الفترة السابقة للكسر كان يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون تقريبا في الجلسة الواحدة. بعد ما كسرنا زادت أحجام التداول، وصلت إلى 600 620، ده المتوسط في الجلسة الواحدة. حاجة بس مبشرة، وده اللي خلاني النهاردة أبتدي أن أنا أقول أن أنا متفائل إلى حد ما. عندنا مستويات دعم في منطقة 6800 6700، دي مجموعة أو بنسميها كلاستر دعوم متتالية، هي عبارة عن متوسطات الأسعار المرجحة لطويل الأجل. ابتدت النهاردة تشيلنا حوالين المستوى ده، ربما كسرناها ببضع نقاط إلى الآن بفلتر ما يعتبرش ان احنا كسرناها. هي جلسة غدا هي اللي ممكن تأكد لنا سواء الكسر بالظبط كده، سواء إذا كان الكسر ده حقيقي أم لا. ولكن من الناحية التانية كل المؤشرات الفنية وصلت إلى حد التشبع البيعي اللي أصبح فيه قرار البيع الزيادة النهاردة غلط. وإن كان الأقرب للصواب هو إما إن أنا أحتفظ تحسبا الارتدادة ونقيس بعد الارتدادة دي أحجام التداول فيها هيبقى الشكل إيه. لو ارتفعت أحجام التداول في الارتدادة دي أصبحت الارتدادة دي ارتدادة شرائية وحقيقية. لو أحجام التداول جت أقل من متوسطها اللي احنا بنتكلم عليه 620، يبقى معنى كده ان الارتدادة دي بيعية بس، مجرد ان هي ارتدادة للهبوط العنيف اللي احنا فقدنا فيه قرابة 5 أو 6%. كويس، وهنبتدي نرجع تاني للهبوط. انا من وجهة نظري الشخصية لا، احنا النهاردة
كانت تصفيه للبائع وقابلها وظهر مشتري في فترات طويله من الجلسه، تدفع البورصه مره اخرى للصعود. على ذكر شهادات الادخار اللي بتطرحها البنوك كالأهلي وبنك مصر، هل المنتجات اللي بتطرحها البنوك بمثل تلك الربحية تعتبر منافسا قويا في الوقت الحالي للبورصة المصرية؟ خلينا نقول الواقع هو الحقيقة هو مستثمر البورصة يختلف كلية عن مستثمر البنوك، ولكن سعر الفايدة العالي في الوقت الحالي هو البنك المركزي الحقيقة ليه كل العذر نظرا لارتفاع التضخم، فكان لابد من استحداث آلية جديدة لسحب السيولة مؤقتا من الأسواق لمحاربة التضخم. ولكن مستثمر البورصة بطبيعته هو بيحط معدل العائد الخالي من المخاطر زائد معدل أو نسبة ربح معقولة تزيد عن معدل العائد الخالي من المخاطر اللي هو أصبح في الوقت الحالي ل 12.5، ده على أعلى سعر موجود فايدة في الوقت الحالي. كويس، هو بيزيد من أعباء الاستثمار أو عائد الاستثمار المتوقع من البورصة، فبتقلل شوية من فرص البورصة التنافسية ولكن ليست بالقدر الكافي. فاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم ومع أستاذ محمد جاب الله محلل أسواق المال هذه القراءة في مؤشرات البورصة في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة قبل الفاصل كنا بنتحدث عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وهذا التراجع يعد تراجع طفيف تجاه ومقارنة بأرقام الأمس كختام تعاملات للبورصة المصرية. حديثا واليوم وآخر الأخبار البارزة في المشهد الاقتصادي هو قرار البنك المركزي بتراجع الدولار 20 قرشا. بالتأكيد قرار البنك المركزي اليوم بتراجع الدولار له أصداء، له ردود فعل أستاذ محمد، ومن الممكن أن يكون أيضا ضربة قوية للسوق السوداء. هو الحقيقة هو كان الزيادات في المتتالية في سعر الدولار في الفترة الأخيرة هي كانت للقضاء على السوق السوداء، ولكن كان ليها بعض الآثار الجانبية على الاقتصاد الكلي وعلى حالة المواطنين بصورة خاصة. أثرت سلبا في ارتفاع نسبة التضخم. احنا دولة مستوردة من الدرجة الأولى، كويس. لما برفع سعر الدولار فبالتالي برفع تكلفة الاستيراد، وبعض السلع الأساسية هي للأسف إلى حد كبير مستوردة. فأي تخفيض لسعر الدولار في الوقت الحالي هو بينصب في الاقتصاد الكلي إلى خفض معدلات التضخم متوازية مع ارتفاع أسعار الفايدة على الأوعية الادخارية. طيب لو قلنا تأثير دوت في الوقت الحالي اللي يهمنا ان احنا نوضح اثره على البورصه المصريه، القاعده الكلاسيكيه بتقول ان اي ارتفاع في اسعار الدولار او اسعار الصرف هي ايجابيه للبورصه نظرا لاعاده تقييم الاسهم مره اخرى بالنسبه للاجانب. ولكن من الجانب الاخر، اولا انا كمستثمر اجنبي داخل استثمر في استثمارات غير مباشره يهمني حاجتين: استقرار سعر الصرف والاكزيت سيناريو، او انا خارج هلاقي دولار اخرج بيه ولا لا. هم دول العاملين كمستثمر، نظره المستثمر الاجنبي. طيب لما يطلع البنك المركزي عندنا ويقول انا رفعت سعر الدولار فتره وبعدين ابتديت اخفضه نظرا لوجود حاله من التشبع او ان انا وصلت للسعر التوازني، معناها ان انا اقتربت جدا من السعر التوازني وسعر استقرار الصرف في الوقت الحالي. معنى كده ان انا بالتخفيض ده ممكن بدي رساله للمستثمرين الاجانب ان هم يعيدوا دخول اموالهم مره اخرى في السوق المصريه. ثانيا بيدي انديكيتور اخر ان انا ممكن اقدر اوفر في حاله الاكزيت سيناريو ان انا اوفر سعر الدولار. ده بالنسبه للمستثمر الاجنبي. طيب تاثيره على البورصه المصريه بالنسبه للمستثمر المصري، احنا كلنا عارفين ان في كبار المضاربين في السوق الدولاري او اسعار العمله، هم الحقيقه هم بياخدوا سكه او خط من اتنين: اما ان هو يضارب على اسعار
الصرف او اسعار الدولار، او ان هو بيدخل مستثمر في البورصه المصريه. فهو معنى ان انا اخفض له سعر الدولار معنى كده ان اصبح بيقضي على المضاربه في العمله او السوق الصرف. معناها ان هو بيفتح طريق من ناحيه تانية كويس ان هو يعيد استثمار امواله اللي كان مخصصها للمضاربه على الدولار الى البورصه المصريه. ده الى حد كبير يتفق مع وجهه النظر الفنيه اللي انا شرحتها، ان احنا من النهارده اعتقد ان قرار البيع في البورصه المصريه اصبح قرار خاطئ. بالعكس، قرار الاحتفاظ ان ما كانش بدايه الشراء على اجزاء بالنسبه لقصير الاجل ومتوسط الاجل ربما يكون القرار الاصوب. هل تتوقع انسحاب المستثمرين من الأسهم الدولارية لقلقهم من تراجع جديد للدولار؟ لا، مش بالضرورة، لأن هي يعني الأسهم الدولارية عندنا الحقيقة عددها محدود إلى حد كبير، بالإضافة لأن هي مش جاذبة إلى حد كبير للاستثمارات في الوقت الحالي. أساسا القرار ده من شأنه أن يعني يحدث تراجع للأرباح المتوقعة لبعض الشركات؟ لا، برضو ما اعتقدش، لان اغلب يعني انا شايف العكس، ان هو ممكن يزود في الارباح، لان اغلب مستلزمات الانتاج بتبقى اغلبها مستورده، فبالتالي لما بخفض اسعار الدولار معناها ان انا بخفض في تكلفه التشغيل الخاصه بالشركات دي، فبالتالي تنتج عنها ربحيه. في عوده لقراءه الاسهم المتداوله للبورصه، الاصلاحات والتشريعات والقواعد المتعلقه بشكل عام بسوق المال اللي بترفع من المرونه والكفاءه لمناخ التداول في البورصه المصريه، حضرتك شايف انه ما هي اهم هذه الاصلاحات؟ والله يعني خلينا نتكلم بصراحة. ربما تخفيف العبء على كاهل شركات السمسارة التي أصبحت تعاني الأمرين نظرا لارتفاع تكلفتها من ناحية البنية التحتية والعمالة. أي تخفيف على كاهل هذه الشركات يدفعها، وخاصة أن أغلبها دخل في منطقة الخطر. وإحنا سمعنا من فترة ربما 5 شركات سمسارة اختارت التوقف الاختياري في الوقت الحالي لعدم كفاية الإيرادات، وتخطت أكثر من نص رأس مالها. ده بيدفع نوع أو بيدي نوع من الاطمئنان. ربما لو خففنا شوية من قواعد التداول أو الرقابة على التداول في الوقت الحالي، احنا كنا بنمر بفترة ان اي سهم بيرتفع البورصة الحقيقة كانت بيتم ايقاف التداول للرد على استفسارات البورصة. طيب في حالات الانخفاض ايه الموقف؟ ما كانش حد بيبص لها الحقيقة، وبيمرروا او بتمر الامور كأن الاتجاه الطبيعي هو الاتجاه الهابط. طيب احنا لو كان في تلاعب للصعود ما عندناش اي مشاكل من ان هو يتم ايقاف المتلاعبين ولا يتم ايقاف الشركه، لان انا لما بوقف الشركه نفسها كويس انا بعطل المستثمر الشريف وعشان خاطر المستثمر المتلاعب. ولكن ان تم ايقاف اكواد المستثمرين المتلاعبين نفسهم فهذا لن يؤثر على مسيره البورصه. فارجو بس يعني ان هي ايه الرساله دي يعني الرساله دي موجهه الى اصدقائي واساتذتي في مجلس اداره البورصه، ان هم لو ظهر تلاعب يتم ايقاف اكواد المستثمرين وليس ايقاف الشركه نفسها. ايه اللي مطلوب من المستثمر في الوقت الحالي؟ يبتعد تماما عن الشائعات. بيشوف الاول، بيدرس الشركه، لابد من زياده الوعي الاستثماري في البورصه المصريه. بيبص على الشركه من الناحيه الماليه، اذا كان تقييمها المالي هو بيتداول ادنى القيمه العادله بتاعته فيبتدي ياخد القرار على اساس الاتجاه الفني او التحليل الفني. انما اللي بيحصل للاسف احنا سوقنا لسه ما وصلش لحاله الرشد، ودي طبيعه اغلب الاسواق الناشئه. لا، احنا عايزين نوصل بالمستثمر ان هو يكون على درايه بتحليل القوائم الماليه. في بعض، يعني انا لن اتجاوز او ابالغ في الامر، في بعض المستثمرين بيدخلوا الشركه لمجرد اشاعه ان في زياده راس مال، في تجزئه او كويس، ما عندهمش الوعي الكافي لدرجه ان هو ما بيعرفش الشركه دي بتشتغل اساسا في ايه. ودي ازمه، يعني ازمه، والنماذج دي موجوده وحقيقيه كويس. طيب الاول ادرس الشركه، بص على قوائمها الماليه،
اعرف مين مجلس ادارتها، وبعدين خد قرارك الاستثماري زي ما انت عايز. البورصه ليست صاله للقمار، ولكن هي صاله او مكان للاستثمار. إلى أي مدى في ثقة من المستثمر العربي والأجنبي بسوق الأوراق المالية المصري؟ ابتدت الثقة برضو يعني عشان أكون أمين إلى حد كبير تتقلص في الفترة الأخيرة نظرا للذبذبة الواضحة في أسعار الصرف، بالإضافة لعمليات اللي أنا قلت عليها أن هي عمليات الإيقاف المتتالية لبعض الأسهم الموجودة في البورصة. في توقعات لجلسات الغد؟ إن شاء الله أعتقد أن جلسة الغد بإذن الله تعالى هتكون أعلى مستوى الدعم اللي هو 6824، وأعتقد أن احنا هنبتدي موجة صاعدة بداية من جلسة بكرة إن شاء الله تستمر معانا حتى مستوى 7050 ده في تقدير الشخصي، بشرط زيادة أحجام التداول عن مستوى النص مليار. شكرا لحضرتك أستاذ محمد جاب الله محلل أسواق المال على التوضيح وعلى هذه القراءة. شكرا لك. شكرا. هكذا نختتم معكم المشهد الاقتصادي، سوق الأوراق المالية وسوق الأعمال بقراءة مؤشرات البورصة. شكرا جزيلا على المتابعة.